زي ما احنا شايفين كده الساعة دي بالكاميرا، فيها كاميرا تقدر تصور زي ما احنا شايفين كده. كمان الساعة دي بشريحة ساعة 5G كمان، تقدر تحط خط هنا وتشتغل نفس الموبايل بإمكانيات الموبايل بالظبط. الساعة دي طبعا إمكانياتها إن هي الذاكرة بتاعتها 32 جيجا، الرام بتاعها 4 جيجا، كمان دي 5G زي ما احنا شايفين كده. الذاكرة بتاعتها 32 جيجا، الرام بتاعها طبعا 4 جيجا، وبالتالي كمان تقدر تنزل عليها اي ابلكيشن موجود انت محتاجه من جوجل بلاي. عليها جوجل بلاي اي ابلكيشن محتاجه، الفيسبوك، اليوتيوب، الواتساب، كل الحاجات دي كلها. حابب تتصفح من عليها الفيسبوك ينفع برضو، حابب تفتح اليوتيوب زي كده ينفع برضو. صوتها كمان ممتاز جدا 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 زي ما احنا سامعين. كمان الفيسبوك ان انا اقدر من هنا اعمل الفيسبوك وافتح الفيسبوك واتصفح برضو عادي جدا منها. نفس فكرة الموبايل بالظبط. طبعا بتيجي باللون الاسود واللون السيلفر زي ما احنا شايفين كده. العلبة بتاعتها دي ساعة 5G تبع شركة هالو، تيجي باللون السيلفر واللون الاسود، ودي الاسترابات اللي موجودة مع اللون السيلفر، ودي الاسترابات اللي موجودة مع اللون الاسود. افتكروا معايا ان دي اول ساعة في مصر ذاكرة 32 جيجا، رام 4 جيجا، كمان 5G بكاميرا. كمان البطاريه بتاعتها 900 ملي امبير، بطاريه جباره. واكتر الحاجات اللي كان الناس بتشتكي منها من الساعات اللي فيها شريحه بتشتغل موبايل ان البطاريه بتاعتها ضعيفه، دي تقريبا ضعف البطاريه بتاع الساعات اللي كانت موجوده قبل كده. السلام عليكم.